ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ انا عبد اشرف. دلوقتي ده توتوريال جديد. الهدف الاساسي من التوتوريال بتاعنا ده هو ان احنا نعرف نطلع كلين ريندر يكون شكله كويس، بالذات للناس اللي لسه بتبدأ، وده حتى الان هو هدفي من التشانل. طيب تعالوا يلا نبدأ. هنفتح بلندر وهنشيل كل اللي في السين هنا. شكل البازل بتاعنا انا عملته على راينو. مش مهم، ممكن تعمله على الستريتور، ممكن تعمله على اي حاجة، او هتشتغل على الفايل اللي انا هديهولك على طول. مش عايزين نضيع وقتنا في الحاجات السهلة دي، احنا بس بنحاول نوصل لإيه، ان احنا نعمل فيديو كده خفيف ظريف لطيف. عشان نعمل له امبورت فهنيجي نعمل امبورت اس في جي. دي الصيغة اللي انا مخرجه بيها اهي. هتقرب هتلاقيه ظهر لك كده هناك كده خالص. هتلاقي اتنين، الاول ده هتمسحه والتاني اهو. هنعمل اوريجين تو جيومتري، وهناخده نعمل له سناب تو كيرسر، سيلكشن تو كيرسر هنا اهو. كنترول اي ابلاي سكيل، هنعمل له روتيت في الاكس 90 درجه. هنقف في الاليفيجن او في الفرونت فيو. طيب دلوقتي الشكل ده شكل عندي اهو كيرفات. فاول حاجه هاجي احوله لمش، كونفرت تو مش. ده الشكل عندي. تاني حاجه هاجي اختار كل ده واعمل له فيل. اختار كل ده برضو واعمل له اكسترود لورا في الواي. اظن ده مناسب. هنختار الادجات دي ونعمل لها بيفل. بس خد بالك البيفل لو كتر شوف هيبوظ. فانت هنعمل بيفل، دوس شيفت واعمل بيفل اللي انت عايزه. اتنين كده كويسين قوي. ونعمل شيد سموث. طبعا هو بايظ مننا خالص، عادي طبيعي لان احنا راسمينه التوبولوجي بتاعته بايظه. ف هنيجي للموديفايرز وهنعمل ريمش موديفاير. هنخليه سموث ونعلي الفوكسلز، خليها 9 مثلا. هنخليه هنا ب9 وهنعمل ابلاي. بس كده جميل قوي. احنا عشان نعمل الشكل، طبعا احنا هنفضل سايبين بيور ريف كده جنبينا. عشان نعمل الشكل ده اول حاجة، هو شكل البازل بقى متكرر بس كذا مرة جنب بعضه. فاحنا دوبليكيت ونحركه شوية في الاكس. بس كده هنلاقيه مش مظبوط قوي فناخده نظبطه. بس كده حلو قوي. محتاج يترفع شوية لفوق. حلو قوي، ناخد ده كده ودوبليكيت شوية في الزد. ناخد الاتنين دول ننزلهم شوية تحت. بس كده زي الفل. اختار كده كله ونقف. ننزلهم هنا كده في نص بس. طيب يلا نعمل السيت اب بقى بتاعنا بسرعة كده. أول حاجة احنا محتاجين نضيف كاميرا. فمحتاجين إن احنا الكاميرا دي نشيل الروتيشن بتاعها ونبدأ نعمل لها احنا روتيشن. هنصغر ده خالص ونديه روتيت في الاكس 90 درجة ونرجعه شوية في الواي. وهنحط كنترولر للكاميرا عشان نتحكم فيها، فهنصغر ده كده خالص. ونعمل بيرنت بينه وبين الكاميرا. نضغط على الكاميرا اول بعدين نضغط عليه وكنترول بي نعمل بيرنت عشان يبقى الكنترولر بتاعنا. هنيجي هنا نسحب دي كده. هنخفي القايمة دي بN، نخفي القايمة دي بT. وهندوس زيرو عشان نقف في الكاميرا. هنخلي دي، نروح هنا كده الاوتبوت، خليها 1080 في 1080. 100% نخليها 200%. او سيب دي الوقت الرندر عادي. 30 اف بي اس ما تنساش. والكمبريشن نخليها صفر. برضو احنا دلوقتي مش عايزين نشوف اللي حوالين الكاميرا، فهنيجي هنا لفيو بورد ديسبلاي ونعلي الباسبورت اوت نخليها 1. الفوكال لينس 50 ده قليل قوي، فمش هيبقى كويس معانا. ف 150 هيكون كويس. ولسه هنشوف برضو يعني على حسب. وعشان نعمل نفس الروتيشن اللي قدامنا ده، تعالوا يلا نجرب. هنيجي كده نصغر شوية، نعمل روتيت في الزد. ماشي. وروتيت في الواي. روتيت في الواي. نخليه كده مثلا. وروتيت في الاكس. نخليه مثلا بكده. بس
اظن حلو قوي. هنخفي اللي هنا ده. طيب احنا ظبطنا السيت اب كده، هيبقى ناقصنا اللايتنج والماتيريال والانيميشن. حتى الان ما فيش اي حاجه صعبه، انا مجرد بس واخدك كده دردشه بنحاول نعرف نعمل البروجكت ده على قد ما اقدر، اخلي وقت التوتوريال قصير قوي عشان ما تزهقش مني. فيلا بينا هنروح للشيدنج تاب، احب اقف فيها دايما. فهنروح هنا نخلي دي 3 دي فيو بورت، ونضغط هنا زيرو بس. هنصغر دي كده بس. حلو قوي. خد ده برضو حطه تحت هنا ولا حاجة، ويندوز هوم بس. حلو قوي. طيب هنقف في الريندر فيو، طبعا هتتأكد ان انت واقف على الجي بي يو. كل الحاجات دي اكيد انتوا عارفينها خلاص. طيب دلوقتي انا عايز الورلد ده اقفله واعمل انا الاضاءة كلها، الاضاءة سودة خالص. بنجيب الاضاءة منين؟ بنجيب الاضاءة من الريفرنس. فكبر كده. بص، اول حاجة في اضاءة في الوش، في اضاءة من الجنب اهي، وفي اضاءة جاية من على الشمال هنا مخلية الظل جاي كده. شوف الظل هنا اهو، ومفيش اضاءة من على اليمين شايلة الظل. ده معناه ان الاضاءة اللي فوق هنا جاية من ورا شوية بس. هو سيمبل لايتنج سيت اب كده. فتعالوا يلا ايه نعمله. اول حاجة احنا قايلين ان احنا ما بنعملش لايتس باللايتس اللي عندنا. لا، بنيجي نجيب بلين ونصغره نصغره نصغره، ناخده في الاكس كده شوية، نكبره شوية في الواي، او لا نكبره شوية في الاكس برضو، نعمل له روتيت حوالين الواي ب90. كده انا عندي لايت. بروح اديله ماتيريال اسميها emission، وبشيل نود دي وبجيب emission نود وبوصلها. بخليه بدل واحد بخليه في حدود 10. ده اللي احنا ايه، تقدر تقول من التوتوريالز اللي فاتت خلاص حفظناه. ونحطه هنا بصورة مبدئية. هو جاي من على اليمين اهو كماتش الاول اضاءة يعني. ناخد ده شوية ونحطه هناك على الشمال، زي ما احنا قايلين ان في اضاءة هنا على الشمال. ممكن نكبر ده بحيث النور يجيلي كده. وبرضه انا عايزه يكون جاي على الوش شوية، فهنحركه كده حوالين الكرسر. فهنديله روتيت في الزد شوية. عايز ابعده برضه شوية، ف جي زد زد، وهنا جي زد زد نبعده ده برضه شوية. نبعد ده كمان بس، ابعده. حلو أوي كده. محتاجين نعمل الخلفية عشان نبدأ برضه نشوف. فهنجيب بلين ونوديه شوية في الواي، روتيت في الاكس 90 درجة بس. لا، وداه فوق قوي، ده معناه ان احنا لسه فاتحين ال 3 دي كيرسر. نخليها ميديم بوينت. هنعمل روتيت في الاكس ب90 درجة. احنا مش شايفين حاجة لان الكاميرا باصة الناحية دي، فهناخد ده كده شوية. شوف بدأ يظهر ورا اهو. حرك كده شوية، طلعه في الزد شوية بس كده. عايزين نحط عنده لايتس، فبدل ما نروح نجيب اللايت ونحطها هنا ونوديها هناك، لأ، بنختاره ونحط الكرسر عنده دوس شيفت اس، ونعمل كرسر تو سيلكتد، ونروح نضيف اللايت بتاعتنا. نعمل لها روتيت في الاكس 180 درجة، وننزل كده شوية. ناخدها كده وشيفت تي نبقى باصين الناحية دي. ونقلل السبريد نخليه 60 مثلا. باور 15 20 60 مش فارقة. كده الإضاءة احنا الإضاءة بقت غامقة قوي على المنتج بتاعنا. محتاجين إضاءة في الوش. فهناخد ده كده ونعمل له دوبليكيت، ونيجي 3D كيرسر ونرجع 3D كيرسر للورلد اوريجين تاني، ونلف ده حوالين المنتج كده في وشه، وجي زد زد رجعها ميديم بوينت تاني عشان ما ننساش. اللي بيفرق في الإضاءة عامة، وهو فرق معانا في التوريالز بتاعتنا جامد، آه كان هو السبوت لايت. فتعالوا كده نحط سبوت لايت. هنيجي نجيب لايت سبوت لايت ونصغره، وهنرفع ده شوية في الزد، نجيبه شوية كده من على الشمال
شوية كده بس، ويبقى باصص هنا نلاقيه ينور المنتج بتاعنا. صغر ده كده شوية. طيب الراديوس ممكن نخليه يعني كده حاجة صغيرة. الباور نعليها شوية، والسبوت سايز نصغرها، والبلند نزوده كده شوية. فده لما نخفيه وده لما نرجعه جميل قوي. تعالوا نحط ماتيريال للبازل بتاعنا ونشوف النتيجة ونشوف ايه التعديلات اللي هي محتاجها. فأول حاجة ماتيريال البازل، حابب أسمي البروجكت ده بازل بالبي، عشان ده حاجة تافهة. فهنيجي كده ناخد اللون، نحط لون بالمنظر ده جميل قوي. الرفنس نخليها 3/10 مثلا، و لحد ما طلعنا اللون. محتاجين نختار دول كلهم، شيل ده وشيل دي. لا، اختار كل دول يا سيدي واحدة بواحدة. اعمل كنترول ال ولينك ماتيريال، كله بقى نفس الماتيريال. اللون محتاجين ممكن يتظبط شوية فعلا. نلعب في الهيو والساتوريشن لحد ما نوصل للون. طيب ده الهكس فاليو اللي انا وصلت له، اللي انا حاسه اقرب واحد يعني. هتقولي لا انا حاسه مختلف قوي، اقول لك لا، هنيجي هنا ونروح للكالر مانجمنت وننزل كده تاني كالر مانجمنت، واللوك هنخليه فيري هاي كونتراست، فالى حد ما كويس. طيب دلوقتي احنا محتاجين عشان نتأكد من الظلال بتاعتنا وكده، محتاجين ناخد دي كده بس شوية في الواي. محتاجين ناخد دي كده شوية في الواي برضو. اللون ممكن يتظبط لكن سيبه دلوقتي. طيب دي مش نفس الماتيريال اللي عندنا هنا، متحسهاش قوي. طيب ممكن نظبط الماتيريال ازاي؟ عندنا هنا في حاجة اسمها كوت، ده زي كأنك حاطط فيلم حماية كده فوق الاوبجكت بتاعك. فهنيجي نديله الويت بتاعه. لما نيجي نعلي الويت شوف بيبقى كده، قلله. ده كأنك جيت عملت يعني زي حطيت طبقة رقيقة قوي من البلاستيك الشفاف مثلا حوالين المنتج بتاعك. فنخليه ب7/10 مثلا، ونعلي الرفنس نخليها كده مثلا، والاي ار ليفل نخليه 1.33 كأنه مية. هيدي لك اللمعة المطلوبة. محتاجين بقى نماتش الإضاءة شوية. طيب الإضاءة هنا احنا عاملينها على الشمال على طول، محتاجين ناخدها ونلففها لورا شوية. فهنيجي هنا 3D كيرسر ونلفها كده شوية. ممكن نيجي نزودها، هنلاقيها بتديني اللمعة. ممكن نيجي ناخدها نقربها كده شوية، نرفعها شوية لو حابين. بس دي الإضاءة بتاعتنا من هنا. نقرب دي شوية بس من المنتج. بس حلو قوي. دي محتاجين نقللها شوية الإضاءة اللي في الوش، نخليها ب5 مثلا. بس كده الظل زاد قوي، نقربها شوية. بس كويس قوي. طيب عشان الريفليكشنز ما تبقاش هارد قوي على المنتج، فممكن نيجي نعمل سوفت بوكسز. سوفت بوكسز دي كنا قلنا قبل كده تعمل دوبليكيت لده، تحركه شوية ويتكبر، وتديله ماتيريال تسميها ترانسلوسنت، ونشيل ده ونضيف ترانسلوسنت ونحطه هنا في السيرفس. بص كده معايا ثانية، بص هنا كأنه سوفت بوكس بالظبط. الإضاءة بدل ما هي هارد كده لا، هتتوزع على ده. ممكن تكبره زي ما انت عايز يعني براحتك. هنكرر ده لباقي الحاجات عندنا. جي زد زد كبر، و ترانسلوسنت دوبليكيت جي زد زد
كبر و ترانسلوسنت. وكده بقى عندنا سيت اب الاضاءه بتاعنا. انت ممكن توصل لون تاني، انا فعلا مش مقتنع باللون ده ولكن هو كويس. قبل ما نعمل انيميشن فاحنا حابين ان احنا نعمل كومبوزيشن لاول ريندر عندنا، فنعمل ريندر. طيب بص معايا كده، الريندر طالع هارد قوي. محتاجين ان احنا نضيف ديبس اوف فيلد. فهنيجي للكاميرا وديبس اوف فيلد ونختار الامتي قليل قوي، فهنزود 12 او 13. حلو قوي. هيبقى دول بس اللي مختفيين. حتت من هنا ممكن تزود، خليه 15 لو عايز عشان دي تبان. فلا جميل. فهنروح للكومبوزيشن، هنعمل ريندر تاني وهنعمل يوز نودز. طيب عشان نجيب الفيور نود بندوس كنترول وشيفت ونضغط على الريندر لاير. بنبعد اللي ورا دي بان احنا ندوس في. ناخد الفيور نود نحطها كده والكومبوزيتور نحطه كده. بص، اول حاجه دايما بنضيفها بنضيف جلير. مش شرط نضيف ستريكس هنا، لكن ممكن نعمل بلوم. البلوم هنخليه 5 مثلا، 10، 20. نقلل نخليه 15، نخليه 12. كتير قوي، نخليه 13. انت في الاخر هتوصل للنقطة الكويسة يعني. 14، 14 ونص بس، مش وحش. خليه هاي. هنحط كمان واحدة بس مش بلوم، هنخليها سيمبل ستار. وهنخلي التريشولد ب1. هنخليه ب3. رجعه تاني، خليه 2 مثلا. دوس ميوت عشان تشوف النوت دي بتعمل ايه. هي بتيجي حوالين الحواف كده وبتخليها جلوي قوي. ممكن نخليها ب2.3 مثلا. طيب حابين نحط لينس ديستورشن. لينس ديستورشن وهنعمل الديستورشن 0.01 مثلا. وهنعمل ده 0.01. مش باين قوي، هنخليه ب0.05. خليه الأول عشان تشوف عشان نشوف ده بيعمل ايه. خليه ب0.1 كده، بيديلك إحساس اللينس ديستورشن ده. لا هنخليه 0.01. قل قوي، فلا هنخليه 0.05 مثلا. ده كويس. هنعمل فت، وده ممكن نقلله سنة كمان بس عشان ده يرجع في مكانه. بس حلو قوي كده. طبعا انت لما تيجي ترندر مفيش حاجة هتظهر معاك لان كل ده متوصل في الفيور، فبنربط بينهم بألفا اوفر. نوصل ده هنا وده في الايمج، ونوصل ده في الكومبوزيت بتاعنا. بس واحد يعني طالعين على الفيور على طول من غير، طالعين على الكومبوزيت على طول من غير اي حاجة من اللي فوق ده. 0 يعني كل اللي احنا عملناه. فانت بتنقي بقى حاجة بينهم، فاحنا عايزين اللي احنا عملناه يعني. بس مع جزء من القديم كده. بس حلو قوي. البلوم جاي من تحت، مش احسن حاجة على فكرة، او مش عاجبني قوي. فده معناه ان اللي ورا دي نخليها 50 مثلا. وناخدها يمين. شوف، ناخدها يمين شوية. بص كده احنا عملنا ايه. الإضاءة عالية قوي من تحت هنا، فاحنا هناخد ده يمين شوية كده. بقت دي هنا كده. حتى في الصورة الأصلية هتلاقي مفيش إضاءة تحت قوي. طيب تعالوا نعمل ريندر تاني ونشوف النتيجة. كويسة بس اللينس ديستورشن عالي قوي. خلي ده ب0.03 بس كويس. خليه ب0.02. ماشي بس كده كويس قوي. طيب أنا شغال على بلندر 4.2، فانتوا ممكن تلاقوا في بعض التغييرات ولكن مش كتير يعني. ومعلش انا في الجيش بقى، ف
ما عنديش وقت ان احنا نحدث لفيرجن اعلى. خليني كده. طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل الانيميشن بتاعنا. هنفتح الانيميشن تاب هنا اهي، هندوس زيرو هنا. شوف طيب دلوقتي انا لو عايزهم كلهم يبقوا في نفس المكان، فباجي على علامة المفك دي وبقول له affect only locations، وبضغط على كله وبعمل سكيل في الواي. كده انا بقول له يا اما يحركهم يا اما بقوم دايس صفر. كده هم كلهم على استقامة واحدة. شايف الفكرة؟ طيب انا عشان اعمل الانيميشن عايز انيميشن 5 ثواني، يعني 150 فريم، لان احنا عاملينه 30 فريم اهو. وعايزين نحرك دي ذهابا وايابا كده كذا مرة، والباقي نفس الكلام. طبعا احنا نعرف نعملها بنويز موديفاير، ولكن مش هيبقى لوب حلو. ممكن نعملها بطرق كتير، ولكن حاول تسهل على نفسك. يعني لما يكون عندك انيميشن زي ده وحاجة بسيطة، بدل ما تتعب نفسك تفكير بقى تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه، عادي اعمله مانوال. حاجة بسيطة خالص اعملها مانوال. انا بوريك بس ان انت فعلا مش محتاج تحتار كتير، مش محتاج تقعد تيأس، مش اعمل اللي تعمله. بس يعني الموضوع بسيط. فهنختار كل ده وهنعمل كي فريم للوكيشن. ندوس هنا بس، نختار حاجة زي دي. بعد 20 هنرجعها شوية في الواي كده، ونعمل كي فريم لوكيشن. بعد 30 هنجيبها شوية لقدام، كي فريم لوكيشن. بعد حبة كده نرجعها تاني ورا، وكي فريم لوكيشن. نطلعها تاني قدام، وكي فريم لوكيشن. ونرجعها تاني ورا هنا مثلا، نرجعها تاني ورا، كي فريم لوكيشن. ونرجع هنا ننسخ أول واحد بس. دي هتبقى بالمنظر ده، ومش هتحس بتغيير، هتفضل تلوب على طول. بس هنا احنا كنا ورا ورجعنا ورا تاني. طيب يبقى احنا ممكن نلغي ده ونقرب ده كده علينا شوية، ونقرب ده. فاحنا هنمشي كده. خد وقت كتير. طيب ممكن نرجع ده هنا شوية ونعمل كمان 2 كي فريم. ده طلع لقدام، هنرجعه لورا شوية، كي فريم لوكيشن. ونرجع هنا نطلعه لقدام، كي فريم لوكيشن. بس كده. بس حلو قوي. محتاجين ان احنا نعمل 1 2 3 4 5 6 7 في كل واحدة، مش فارقة. هنا بعد 20 الأولى كانت بعد 20، هنخلي دي بعد 25. ونطلعها لقدام. عايزك بقى تشوف انك ما تعملش فراغات بينهم. ف كي فريم لوكيشن هنا، ترجع شوية في الواي، كي فريم لوكيشن. هنطلع شوية احنا بقى هنا كده. بس كده، كي فريم لوكيشن. جي في الواي، كي فريم لوكيشن. وهكذا. انا مش عايزك تزهق مني، ولكن انت ممكن تتابع اللي بعمله خطوة بخطوة. وننسخ ده ونحطه هنا. طيب احنا عندنا في الاول الدنيا بايظة خالص، فوزع ده كده شوية. ده برضو محتاجين نيجي هنا نحركه حبتين.
ماشي. اللي تحت نعكس بقى جي في الواي. ده هنيجي هنا هنخليه كده كي فريم لوكيشن جي في الواي كي فريم لوكيشن. ممكن نطلعه قدام سنة كي فريم لوكيشن ونرجع نرجعه قوي في الواي كي فريم لوكيشن. نطلعه تاني كي فريم لوكيشن ونرجعه كي فريم لوكيشن. والأخير ننسخه من الأول بس كده. بس احنا كده مكملين. ناخد الأخير معانا برضو. تعرف تلعب تعرف تلعب بقى في الكي فريمز عشان تشيل الفجوات دي. بس المهم ان انا وريتك انك تعمل حاجة مانوال. كنترول سي، حط ده في الاخر هنا ونيجي كي فريم لوكيشن. نرجعه تاني هنا كي فريم لوكيشن ونرجع ده كده تاني كي فريم لوكيشن. نخليه يتردد ويطلع تاني كي فريم لوكيشن. يرجع بقى كي فريم لوكيشن كي فريم لوكيشن كي فريم لوكيشن. وبس كده بقى احنا عندنا الانيميشن بتاعنا والفيديو لوب، فالفيديو بيتكرر مع نفسه. وبس ده كان الهدف من التوريال بسيط، يعني هدفه الناس البيجنرز. اه اتعلمت انت فيه دلوقتي انك تعمل كوت، انك السبوت لايت قد ايه هو مهم. اخفيه كده، شايف الاضاءة؟ رجع تاني. اتعلمنا السوفت بوكسز، وان بسمبل سيت اب كده ممكن نطلع ريندر كلين. فدي لوحدها حاجة كويسة. ممكن تلعب في اللون بقى براحتك، ممكن تظبطه تخليه زي ده كده. يعني مش عارف هتجيبه ازاي، او ممكن تغيره خالص. برتقاني كويس، بس برتقاني غامق. ايوه. ممكن حتى تلعب في لون الاضاءة. تظبط ده شوف انت عايز تعمله ازاي. طيب وبكده نكون وصلنا لاخر التوريال بتاعنا. توتوريال سهل وبسيط ما فيهوش حاجه. اتمنى يكون عجبكم واتمنى يكون مفيد. طبعا انت تعرف تضيف imperfections على الماتيريال، تعرف تعمل حاجات كتير، ولكن انا حبيت بس نركز على فكره الريندر دلوقتي. واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب. لو عندك اي تعليق يا ريت تسيبهولي. واتمنى بجد تستفيد من التوتوريال. وشكرا جدا يا شباب.